واننا المغاربه دائما مرتبطين بالفضيحه. الشوهه فيما كانت الشوهه كيقول راه شوهه شحال هذا ماشي هذا الواقع هذا. لا غير اسمح لي قبل غير هو انا اللي بغيت نشير ليه هو ان كيكو بناسها بارضها بسمائها بحيواناتها مغتصبه. انا كذا كلنا مغتصبون. فملي كتمشي للسبيطار مثلا وكيقطع لك ورقه كيقول لك سير اخويا الفاس هذا راه اغتصاب. حنا الاغتصاب ربطنا فقط بما هو جنسي، في حين ان الاغتصاب راه مفهوم شاسع. لا يمكن نربطوه فقط بما هو جنسي. اغتصاب راه من جميع الجوانب ليست تنمويا فكريا ثقافيا. واش بغاو هذه المنطقه تبقى غير فلاحيه صافي؟ شوف هذه ربما لا عطاش كفاءات كبيره. هذه الشهادات الشخصيه، الشهاده الكفاءات هذه والله ماشي الشهاده ديال المسؤولين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لجميع مشاهدين هذا الفيديو هذا. نتمنى منكم الدعم ديالنا بارطاج وجيم باش نزيدوا بحال هاد الفيديوهات هادو. خوتي خواتاتي اش واقع في البلاد؟ اش هاد الشيء اللي كيوقع؟ اش هاد الشيء اللي حنا كنسكتوا عليه؟ واش خطره الخميسات؟ خطره سيدي قاسم؟ خطره دابا ايغو؟ واش حتى لهاد الدرجه هادي استاذ وعلى حسب التصريح ديال واحد من المواطنين قال لك حتى دراكي داخلين فيه، حتى الناس ديال اللي التعليم ويربيوك فهمتيني. انا المعلم والاستاذ يا ربي السلامه شنو ولينا هاد العجب. دابا هاد الناس ديال البلده مساكين قال لك ولينا كنحشموا ونقولوا حنا من ايغو، ولينا دابا شكون اللي غادي يتزوج من عندنا؟ اش هاد الكارثه؟ والدراكي زعما اللي غيحميني الامن، زعما غير انا نكون خايف غير نشوف دراكي نقول الله الامان نعس مرتاح. يكون واقف شي دراكي تما نمشي نعس لان الامن والامان دراكي بوليسي. ولكن نيش هاد الشيء هذا، ولكن العيب فينا حنا اللي كنشوفوا بحال هاد الناس هادو كنسكتوا عليهم. علاش ما غادي ندابزوا معاهم؟ ما نعايروهم ما نسبوهم. شفنا شي وحدين مشبوهين ولاعبين فرعنين عندنا مثلا في الحومه ولا في الحي ولا في القريه ولا في الدشر ولا في الدوار، نطلقوا عليه واحد اسم مثلا مافيا، خليه يولي مشبوه باش تولي المساءله. نشوفوا الاخوان الاخوات، نشوفوا الناس تصريحات ديال المواطنين. فهمتي هادشي اللي عطا الله اخويا. انت كتشوف هاد الحاله هادي راه هزات بنادم كامل. كان كيقول يا سلام بخير ما به ما عليه تسمعوا الناس هاد الخبر هذا. لا اله الا الله كيقصح في الخاطر هاد الشيء هذا اخويا العزيز. مع ديوركم الان دايره الهضره؟ دايره الهضره فين ما تزيد لقى الهضره ديال هاد الشيء هذا. هادشي اللي عطا الله اخويا العزيز. انت بان هاد الشيء كاع انت اخويا؟ هاد الشيء هذا غير في هاد 3 ايام هاد الشيء هذا بان. شي كاين الحمل القضيه فيها الحساب؟ كاين الحمال، كاين خرجوا لهم على الشرف ديالهم شحال من حاجه. وقضيه سمعت انه كاين استدراج، كاين اللي كيضرب بالدريات، كيلعبوا لهم على عقلهم حيت بنات صغار. واش كاين شي دار هنا معدل لوكر الدعاره؟ واش كاين سيكتور انا هذا السؤال بغيت نسول. واش كاين سيكتور في سيكتور؟ يعني ملي كنقولوا السيكتور كنعرفوا شنو معنى السيكتور. نعم، واش كاين سيكتور في كيكو؟ كاين اخويا، كاين اوكار معدل. قال لك كاين سيكتور العاهرات اللي لتحت كاين درب ديال هذا الشيء. كاين وهادو كانوا كيمشيو يقصروا تما. بحال داك الشكل. يعني السيكتور وماشي غير كاين حتى في هاد السيكتورات كاينين في بعض ديال المناطق النائيه وكتكون فيها واحد الفوضى. بحال مثلا عندك في الخميسات في ايتيادين حتى هي فيها سيكتور، دزت من تمايا في ايتيادين والله الا فيها سيكتورات، ولكن ماشي اطفال، يعني ماشي صغار، ولكن راه كيشوفوك الصغار، كيشوفوك المراهقات، كيتسبيروا من هادوك اللي كبار. سيكتورات كاينين. ها هو دابا انا في ايتيادين شفتو، انايا دزت من تما شفتو في ايتيادين في اقليم الخميسات. اذا هادشي امام مراه بدون لا اله الا الله. هادشي اللي عطا الله. هما كيقولوا راه مليح، بالنسبه للفلاحه بطاطا بصله الناس خدامه بخير. غير واحد الحاجه اللي خاصه بالنيه التحتيه وهذا الحار. هذه اللي بغيت نقول لك ان المنطقه ما ناقصهاش هذه المشاكل. المنطقه خاصها اصلاح، المنطقه خاصها تنميه. خاصها تنميه بشريه، وراه شحال من حاجه، سبيطارات،
ما كاين حتى شي حاجه كتفرح في هذا البلاد هذا، لا طرقان لا واد الحار لا بنيه. زاد هذه المصيبه من الفوق وزيد عليها هذه المصيبه هذه لا يرثى لها، حاله لا يرثى لها خويا العزيز. غير هو دابا الان اللي وصلنا انه الابحاث القضائيه مازال مستمره، مازال اتهامات والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. هذا هو اللي كاين، لانه الان مازال الابحاث جاريه. كاين توقيفات شدوا شي قالوا لك كاين فيها فلاح، فيها فلاح، فيها جدارميه، فيها اساسيده، ومازال ما لقاوش الحل لهذا الشيء، مازال كيديروا شي لا اله الا الله. هذا الشيء اللي كاين اخايا. نعم مشاهدينا، فالان وعلى المباشر دائما لا اله الا الله، هذه هي الكلمه اللي ختم بها الاخ الان. فيعجز اللسان صراحه في هذه اللحظات، لانه هذا الشيء شويه ما يعني كما قلنا يمس الاسر المحافظه، ناس اللي يوم مصيفطه وليداتها تقرا، مصيفطه بنياتها انها تمشي لمكان للتحصيل الدراسي، حتى من بعد تنفجر لك بحال هذه الفاجعه وبحال هذه الجريمه اللي كما كنسميو اليوم، اللي اليوم يعني غير النقاش، هذه الهضره اللي دايره عليها فهي في حد ذاتها راها خلقات بلبله عند الناس وعند الاسر هنا بكيكو. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. نعم خويا، ممكن تعطينا شي كلمه في هذا الموضوع هذا؟ تفضل معي. نعم، انا واحد من ابناء المنطقه كذلك، واللي شاف هذا اللايف واستأثره الفضول كذلك باش يعرف، لانه هذا الشيء ضر اليوم كاع اولاد المنطقه. نعم خويا، السلام عليكم. اولا بخير، مرحبا، الله يكبر بك والله يتقبل. مرحبا، وشكرا لكم على الضيافه. شكرا لكم والله العظيم. مره اخرى ان شاء الله. صراحه اخويا الشيء اللي كنسمعوه وكنعيشوه راه ما كيفرحش، لان اليوم عندي وغدا عندك الوليدات كيقراو بعد ما كنصيفطوهم يعني المدارس باش نتهناو منهم. حتى انا عندي البنيته كتقرا تبارك الله في 9 في هذيك الكوليج. في هذاك الكوليج. حيت دابا راه المشكله كاينه في دو كوليج، كاين الكوليج وكاين الليسي. كاين الكوليج كاين حتى بنات الكوليج. كيفاش عايشين اخويا دابا انت وانت بنتك؟ هذا الشيء راه ما كيفرحش صراحه الله. هذا الشيء راه ما كيفرحش، يدخلكش، ما بقيناش مرتاحين صراحه الله. هذا الشيء راه ما كيفرحش، ما عجبناش هذا الشيء اللي وقع. كنتمناو ان شاء الله يلقاو لهذ المشاكل الحل باش الانسان. دابا انت كيفاش الان دابا حتى الشوفه ديالك غتولي، حتى الشوفه غتولي في شكل البنيه ديال. كما قلت لك راه حنا ما انت تايق في وليداتك، تيقين وما تيقينش، انت تايق في تربيتك. انت ربيتي فعلا. ولكن هذا الشيء راه كما قلت لك، راه اللي ما عندوش البنت راه عنده الولد، فهمتي؟ اللي ما عندوش البنت عنده الولد. عنده الولد. والا ما عندكش مثلا بنتك راه عند خوك وعند اختك وعند عمتك، لان حنا عائله وحده وبغينا يعني الوليدات يعني التلاميذ كما كنقولوا بغيناهم يكونوا في الراحه ان شاء الله، ما يكون لا مشكل لا والو. راه بنادم كاين دابا انسان اللي كيصبح في الموقف مسكين باش يخدم على ولادو باش يقريهم، وفي التالي فاش خدام دابا انت؟ انا كما كنقولوا راه فلاحي، كنخدم غير في الفلاحه. في الفلاحه كتجبد رزقك من التراب. من التراب، من تحت التراب. واش ديالك ولا خدام مع الناس؟ لا خدام مع الناس. خدام مع الناس باش تقري ديك البنيه. كما قلت لك راه كاين اللي كيصبح مسكين هنا في السمره في الموقف، كيهز البرد ويهز الشتاء ويهز راك عارف الثلج باش يقري البنت، باش يقري الوليدات وداك الشيء. مع ذلك كيكون داك الشيء. شكرا بزاف اخويا. في الاخر يخرج لك بحال هذه المصيبه. كيخرج هذه المصيبه هذه راه كنتفاجئوا بشي حاجه راه ما كتفرحش. ما كتفرحش. نعم، شنو اللي رسالتكم اليوم المسؤولين على هذا؟ حنا راه ما بغيناش زعما هذا الشيء وقع في مره، ما بغيناش يعني الله يهديهم. هما راه حنا راه كاملين ولاد البلاد، وبالعكس بنادم خصو ينهي على المنكر ماشي يدير المنكر. بنادم خصو ينهي. ولكن ملي كتسمع ان بنت يعني قاصره تلميذه كتمشي لواحد المكان باش تقوم باعمال يعني لا اخلاقيه، ومع ناس يعني سمعنا قبيله دراري كيقولوا لنا في تصريحات الناس مزوجين، الناس عندهم الولاد، كاين اللي مزوج وطامع في الطفله. كاينين هما مازالين صغار قاصرات، راه كلهم لا كلهم قاصرات، هما اللي خصهم يحترموا. وهذا الشيء فيه مقابل، سمعت القضيه فيها الفلوس والقضيه. لا زعما بالنسبه لي انا ما خصهاش تكون فيها الفلوس، هذا الشيء خصو يتحقق. كاين الفلوس الموريغوز خصو يتحقق. واش هاد الناس كانوا كيمشيو فابور؟ واش كانوا كيتستغلوا؟ واش كان كيتم استدراجهم؟ اللي كتسمع انه اللي كديهم عندها 19 عام. على حسب هذا الشيء راه لا ما كايناش 19 عام، راه بنات لا لا كثار ما كايناش 19 عام. راه كاين دابا اللي طالع في 50 60 في 50 سنه وغادي مع البنت عندها 14 سنه. والبنات هما مازالين صغار، كلهم كلهم صغار. راه قال لك الصغيره الكبيره عندها 19 عام. راه كلهم هادو اللي هادو كاملين اللي كيقراو في الكوليج راه كلهم صغار من 15 عام وللدرت تحت.
14 عام 13 الله يكون معاكم حبيبي. الله يجازيك بخير الله يكون معاكم في هذا المصاب، لانه ما ساهلاش عليك اليوم انت كاب. اليوم انتم كاباء ملي كتلاقاو وكذا وهذه كيفاش هادشي راه كما قلت لك راه ما عجبناش ولينا كنعيشوا في شي حاجه ما كتفرحش. كما قلت لك غدور تقول للمراه نوضي شوفي شنو كاين ضروري. دابا راه بنادم كيمشي كما قلت لك راه كاين اللي كيصبح مسكين عندك بنت وخايف السمره وكيخدم باش يدي لهم ياكلوا ويقريهم وهذا، وفي انت مضاربه مع المعيشه وفي التالي كتفرج بشي حاجه ما كتفرحش يعني ما كتعجبش. هادشي راه الصراحه الله هادشي راه ما كيفرحش، ما عجبناش هادشي الصراحه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك خويا والله يكون معكم كآباء. نعم أخي تفضل. نعم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، ونحن معكم الآن وعلى المباشر وميكرو قناة الشعب مع أولاد الشعب طبعا باش نوصلوا رسالة ديال أبناء كيكو اللي كنقولها وكنعاود نقولها مرة أخرى، راه ما ناقصهاش هادشي اللي كنسمعوا الان. كيكو راه خاصها الاناره العموميه، خاصها منصه لتثمين المنتوجات الفلاحيه، خاصها طرقات، خاصها ملاعب قرب، خاصها دار شباب، خاص بيسين، خاص راه ولات مركز حضاري. زيد على ايت حمزه، زيد على راه كندويو على منطقه اللي عندها مؤهلات، ما خاصهاش الاغتصاب وزيد. نعم. السلام عليكم. اذا خويا مرحبا بكم مرحبا. احنا معاكم اليوم. حفظك الله وراعاك سيدي على التغطيه ديالكم. غير هو واحد الاشاره اللي بغيت نشير ليها، هو اننا المغاربه دائما مرتبطين بالفضيحه. الشوهه فيما كانت الشوهه كيكو راه شوهه بشحال هذا ماشي هذا الواقع هذا. لا غير اسمح لي قبل. غير هو انا اللي بغيت نشير ليه هو ان كيكو بناسها بارضها بسمائها بحيواناتها مغتصبه. انا كذا كلنا مغتصبون. فملي كتمشي للسبيطار مثلا وكيقطع لك ورقه كيقول لك سير اخويا الفاس، هذا راه اغتصاب. حنا الاغتصاب ربطنا فقط بما هو جنسي، في حين ان الاغتصاب راه مفهوم شاسع. لا يمكن نربطوه فقط بما هو جنسي. اغتصاب راه من جميع الجوانب، ليست تنمويا فكريا ثقافيا. واش بغاو لهذه المنطقه تبقى فلاحيه صافي. شوف هذه ربما لا عطاش كفاءات كبيره. هذه الشهادات الشخصيه، الشهادات الكفاءات هذه والله الشهاده ماشي الشهاده ديال المسؤولين، راهي الشهادات شخصيه. لا يمكن ان نتحدث عن الاغتصاب فقط فيما هو جنسي. الاغتصاب راه فاش كتفرض عليا مثلا انني نمشي حتى لميسور باش نقاد لاكارت وممكن نرجع من هذا راه سميتو اغتصاب. فاش كتفرض عليا مثلا انني نمشي في هذا الغيس وتشوفني دابا علاش مشى على الفلاش باش ما عندكش الضوء، هذا اغتصاب في حد ذاته. لا يمكن ان نتحدث عن الاغتصاب فقط فيما هو جنسي. الاغتصاب راه شيء واحد المفهوم اللي شامل. ما يمكنش نهضروا راه بزاف ديال الحوايج. رسالتكم اليوم للمسؤولين. اين هو المسؤول حتى نوجه له؟ لا ما كانش المسؤول على المستوى اللوكال، كان المسؤول على المستوى المركزي. على المباشر رساله تكون دابا بالله عليك دابا المسؤولين المركزيين التقارير مغلوطه. لا المسؤولين المركزيين لا يعلمون بما يقع اليوم في كيكو. شوف سير بحسن النيه. لا شوف انا لا والله ما غندير الحسن النيه، والله ما كاين حسن النيه. شوف لا والله ما غنديرها. راه ربما راه البركه 700 قرن حنا كنهضروا على ديك البركه، كنهضروا على الواد الحار. فين زعما المسؤول هذا كاع ما شافش هذا الشيء؟ راه لا يمكن نبقى نجيو نهضروا حنا غير. انا قلت لك علاش ربما هاد الجهه هذه حيت فضيحه، حيت شو حيت عندنا الطاب والمسكوت عنه في الدول الاسلاميه بصفه عامه هو الجنس. غير كنهضروا على الجنس كنهضروا على الفضيحه. لا شوف هذاك القانون سيتخذ. شوف القانون هذاك راه تحصيله حاصل. كاين الفقر، كاين التهميش، كاين الهشاشه. لا يمكن ان مثلا لا يمكن ان نحملها حتى المسؤوليه ما يمكنش نحملها للاباء. علاش؟ الاب والام كيقيل النهار كامل في الفدان، كتجي تحملوا مسؤوليه انت على ابن ولا على ابنه ولا على ابنه، غادي تقول لي انت لا فين؟ ما يمكنش. راه تحصيل وحاصل، راه اكثر من هذا. باش نخرجوا من هذا الشيء في نظركم؟ احنا راه خصنا نخرجوا من هذا البلاد. والله الرساله واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فالان ابناء المنطقه يستنكرون هذه. تفضل معي اخي مرحبا بك. نعم دائما وعلى المباشر قناه الشعب هذه. هذا ما جينا اليوم الا باش نوصلوا اشنو واقع وشنو كاين هنا. ودائما حتى في زياراتنا السابقه جينا للمنطقه وتحدثت على الواقع شخصيا تكلمت على المؤهلات ديال المنطقه. وعيب وعار انه نشوفوا هذا الشيء اللي واقع هنا على بعد تقريبا 100 كيلومتر على فاس وعلى مكناس وعلى مجموعه وعلى افران وعلى ونزيدكم واحد المساله مشاهدينا. فكيكو
لا يعني ها بولمان حدا تاهي لا زعما الله يحسن العوان حتى هما، لا بولمان ولا كيكو ما عرفناش شنو واقع في هذه المنطقه. زيد على ذلك ميسور. كنتمناو الحمد لله اليوم راه كاين تعيين جديد لعامل عماله اقليم بولمان، السيد اللي كنتوخاو فيه كل خير طبعا يلا خدا زمام الامور في هذه العماله. كنتمناو يوقف على الملفات الشائكه بهذا التراب هذا الاقليم هذا، من بينها الاراضي السلاليه، من بينها التنميه المجاليه، من بينها مجموعه من المشاريع اللي لا زالت اللي غادي نقدر نقول سيدي العامل ان الزمان توقف هنا، ونخلي لاولاد البلاد يقولوا شنو كاين ولهم واسع النظر. نعم اخي مرحبا بك على قناه السلام عليكم. نتاسف على اننا جينا اليوم، ولكن باش نكون معك صريح راه اول حاجه بديت بها هي الضايع، لانه انا الضايع هي المهمه عندي كما قال الاخ. عاد نشوفوا الجريمه اليوم. نتاسف على هذه الواقعه اللي اليوم خرجات هاد ولاد البلاد وخرجت الناس من ديورهم الدوي، وتقول لك هذا راه شرفنا وهذا عرض ديالنا وعرض ديال المغاربه ماشي غير ديال منطقه كيكو. صحيح. نعم السلام عليكم. من المنبر ديالنا كنبغيو نشكركم على المجهود ديالكم، على التفاعل ديالكم مع القضايا ديالنا. اول حاجه اللي بغيت نقول هو ان هذه الجدليه ديال المغرب غير النافع كفى منها. تقسيم اكل الضروري عليه، ولا زلنا في هذه الظروف وفي هذه الحيتيات لا زلنا نعيش في جدليات عندها خصوصيات نستثمروا فيها. لا زلنا نعيش في جدليات المغرب الغير النافع. كفى. لان التحصيل الحاصل اللي وصلنا ليه لا على مستوى التنميه، لا على مستوى الاخلاقي، لا على مستوى، هو تراكم حتى اصبحنا نرقع بالمرقع للاسف. يعني واحد انا في حد ذاتي يعني استغرب، لان هذه البلده تسخر بطاقات ومؤهلات بشريه وماديه ولا ماديه، وهنالك تراث وتحت ارضيه، فاذا به كنصدموا بالارض والواقع. لان السيروره ديال المجتمع الكيكيوي كتحرك بواحد السرعه اللي ما كتماشاش مع ما هو تنموي. نطالب ولا زلنا نطالب وسوف نبقى نطالب. شاركنا في مسيرات احتجاجيه ومستعدين نخرجوا في مسيرات احتجاجيه، لان انا كصانع بسيط كندير مهنه الصباغه، عامل بسيط صافي، كنجيبوها من فم السبع صافي. ولكن السرعه اللي كنبغيو نقولوا للناس اللي معنيين، كنقولوا للناس ديال الداخليه خطابنا واضح. السرعه باش حنا ابناء المنطقه بغينا هاد البلاد تزيد ما كيسايروهاش معنا. الطموح ديالنا حنا كشباب في هاد المنطقه الا كان الداخليه كتحرك معنا بواحد بسرعه ديال السلحفات، حنا بغينا هاد البلاد، بغينا نواكبوا بها بلايص اخرين. لما تسخروا بي؟ انا ما كنمشيش في ما هو مادي، انا كنمشي في ما هو لا مادي، لان راس المال البشري هو الاهم وهو اللي وصلنا لهاد التحصيل الحاصل. لان استاذي هادشي اللي بان لكم نتوما رانا كنسميه فقط جبل الجليد، الثلث اللي كيظهر من جبل الجليد، وما خفي كان اعظم. راه الفقر راه مشكل، هادو راه غير قاصرات طاحوا في خطا، وقع اللي وقع ومشى الخبر. راه عندنا ما خصنا نبقاو العام كامل وحنا كنبكيو عليه. راه عندنا كوارث، راه عندنا معاناه اللي هي بالجمله. مثلا شوف باش ما نبقاوش فضحوا. شوف لا من شوف قال لك شرحوا الفضيحات الفضيحات لا داعي اننا نبقاو نقلبوا في هادشي. حنا رسالتكم وكنشكركم جزيل الشكر لانكم هبطوا عندنا وتفاعلتوا معنا وتفاعلتوا مع القضايا المجتمعيه اللي كنعيشوا على. شوف هذا منزل الله يطول عمركم، لاننا لا زلنا نتطبع بطباع القبيله. لكي لا اطيل كنشكركم جزيلا، وكما كنبغي نقول لراسي وكاع الشباب اللي كيسمعونا العمل ومزيد من العمل باش نرفعوا بهذه البلاد. لان الا بقينا كنا كنتدمروا، ما بغيناش نكونوا سوداويين وما بغيناش نكونوا عدميين، نجتهدوا ونضامنوا. ومن هذا المنبر نتمنى، لان الفاعل الجمعوي في المنطقه يضمحل، بغينا طاقات وبغينا شباب يهبطوا للتيران،
باش يكون تغيير من التيران، ما يكونش تغيير غير من المواقع. بغينا الشباب يهبط للميدان، لان اصبح ولينا كنشوفوا في هذه البلاد ان الشباب فقط يقتصرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطا. وهذه رساله كنوجهها لجميع شباب البلده ديال كيكو اللي غادي يسمعونا واللي كيسمعوني. بغيتكم الشباب تهبطوا للميدان، بغيت التغيير يكون عن طريق النضال، عن طريق العمل السياسي، عن طريق العمل الجمعوي، عن طريق العمل الحقوقي. وشكرا والسلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتقدم بالشكر لمؤسسة شوف تيفي اللي مؤسسة واحد القوة إعلامية ضاربة، وتحية للمراسلين، تحية للسيمونير، وتحية لطارق، وتحية لياسين، وتحية للهلالي، وتحية لكاع الإخوان، فاطمة الزهراء، كلشي لأن كنعرف كاين اللي كنعرفوا بطريقة كنعرفوا عن قرب. وتحيه ما ننساش منصف ديال فاس، كاع الدراري عندي تواصل معاهم بصراحه كيخدموا، وشباب واخا تقول لي الفضايح وشوف تيفي والشوها وهذه، ولكن منين كتنزل لك على ما كتعقل على حتى شي واحد. خوتي خواتاتي اللي غيعجبني واحد التصريح ديال واحد الشاب اللي غادي يخوي داك الشيء اللي في قلبه، ومنير، وتحيه لك اخويا منير اللي خلاه يقال داك الشيء اللي باغي يقول. نسمعوا لهاد التصريحات ديال هاد الاخوان، والله يدير شي تاول ديال الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين يكون فيها فلاحة ويكونوا فيها جدارمية كما كيقولوا دراكين، وكيكونوا فيها أساتذة، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي ما بقى ما كيتشاف. خوتي وخوتاتي إلى هنا تحية طيبة مرة أخرى لجميع مشاهدين هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الدعم ديالنا بارطاج وجيم، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.